عند حلول الذكرى السنوية ال55 لاندلاع انتفاضة الزملة التاريخية المصادف ل17 يونيو من كل سنة، نظمت آلية تنسيق الفعل النضالي بالعيون المحتلة لقاء تواصلي افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعدها أعطيت كلمة الافتتاح تناول من خلالها المناضل عبد الرحمن زيو أهمية اللقاء ودلالاته ورمزيته لدى الشعب الصحراوي وما تحمله هذه الذكرى من حب وتقدير لهذا اليوم التاريخي الذي انتفضت الجماهير حينها ضد المستعمر الإسباني بقيادة الفقيد محمد سيد إبراهيم باصيري يوم 17 يونيو 70 900 وألف. والصلاة والسلام على رسول الكريم. اليوم هون مجمعين ياك نحتفلوا خلدوا ذكرى 55 انتفاضة الزملة التاريخية. هذه الانتفاضة اللي كانت حقيقة هي بداية تشكل، يعني تشكيل الوعي السياسي الصحراوي اللي من خلاله الصحراويين من خلال إيمانهم بحقهم في تقدير المصير، في السيادة، في الكرامة كباقي شعوب العالم. اتفقوا على أنهم في هذا اليوم أنهم يقدموا مذكرة للمستعمر الإسباني ويطالبوا من خلالها بحقوقهم في وطنهم. أما عن باقي المداخلات صبت في نفس السياق واستحضروا تلك البطولات التاريخية ردا على المستعمر الإسباني ورفضا لإطروحاته الرامية إلى محاولة تذويب شخصية الشعب الصحراوي وإخضاعه للهيمنة الاستعمارية الإسبانية. استدعي للقاء كضيف شرف المناضل والأب محمد حمية أحد رموز الحركة الطلائعية والجنينية لانتفاضة الزملة التاريخية، وتحدث بشكل مختصر عن مراحل الانتفاضة آنذاك. الحمد لله الشعب الصحراوي انجح نجاح كبير رغم قلة ثقافته ذيك الساعة وقلة معرفته ودرايته بياسر من المسائل، لأن الاستعمار الإسباني جهل الشعب الصحراوي ونعت له المسائل التافهة اللي ما يدل على شيء، إلا شوي من أسلوب الدنيا اللي يدور يلهي بها رجلي عن همه، لا غير رجلي عقب فطن ذا كامل. ومع هذا الراجل اللي يعطيه الرحمة والغفران وجنة الرضوان مفكر وعبقري في كل مسألة. ومن جاء الشعب الصحراوي استفاد من اللي قباله، يجمع الله مع الناس اللي هي عندها تاريخ الشعب الصحراوي وفاهمته وعرفته، وقبض اللي خاصهم ذا كامل اللي خاص الشعب الصحراوي، وصفة خاصة الشباب الصحراوي، وبصفة أخص المثقفون الصحراويون. لازم عليهم يفهموا ويعرفوا عليهم مسؤولين، وعليهم لا بد لهم علن التاريخ مخاطبهم، والشعب الصحراوي حقه في رقابهم عليهم يوقفوا ويسووا مسائل الشعب الصحراوي ويوقفوا معاها. وهذا الناس اللي لهم عادوا شيء كاملين تحمل المسؤولية مازالوا تركب قطعا منهم كاملين، كيف إبراهيم غالي وكيف بشراية وكيف ياسر. وتكريما لصمود المناضل محمد حمية الذي واكب تلك المراحل التاريخية من كفاح شعبنا واستمراره في النضال في الفترة الاستعمارية الإسبانية والاحتلال المغربي رغم ما تعرض له من قمع واستهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجائزة الرمزية اللي تقدمها آلية تنسيق الفعل النضالي بالمناطق المحتلة، وهي نيابة عن جميع المناضلين والمناضلات الصحراويين في المناطق المحتلة باسمهم كاملين، نقدم هذه الجائزة لأحد رموز الحركة الوطنية اللي هو شارك في مظاهرات الزملة 17 يونيو 1970 اللي هو محمد ولد حمية اللي هو متواجد معنا ظريف، ونقدم له هذه الجائزة اللي هي
جائزة تقدير وجائزة عرفان، وانه نطلب منه يتقبلها منا، بانها هي جائزة متواضعة غير بعد نابعة من القلوب ونابعة من الإخلاص، ويأسوا المناضلين والمناضلات كاملين. وشكرا. تفضل محمد حمدي لهذه الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى أنا بدوري جاهي شاكركم على ذي عدلته، ولو على أني أنا خارج ياسر قد حق مني الجائزة، ولكنكم أنتم اخترتوها لي وأنا راني قابلها منكم، وراني نائب عن الصحراويين كاملين. أعلنا أنتم نحيوا، وهذا طبيعي لنا نحيوا ذكرياتنا ونعسوا عليهم. عرفت الذكرى تطويق من طرف أجهزة الاستخبارات المغربية التي بقيت طوال الوقت تطوف بالمكان الذي نظم فيه اللقاء. وبعد نهاية اللقاء اعترضت قوات الاحتلال طريق المناضلين واعتدت عليهم بشكل وحشي، ناهيك عن السب والشتم والتهديد، ويتعلق الأمر بكل منا. سيدي محمد ددش، دافع أحمد بابو، وبريه فريك، وتمت مصادرة نظاراتهم الطبية. اليوم تخلد الجماهير الصحراوية 55 سنة على اندلاع انتفاضة الزملة التاريخية بقيادة الفقيد سيد إبراهيم بصيري، حين قال الشعب الصحراوي آنذاك لا للاستعمار الإسباني. واليوم لا زالت الجماهير الصحراوية والشعب الصحراوي عامة يقول لا للاحتلال المغربي في أرض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في تحدي كبير لغطرسة الاحتلال وجبروته. الصالحة محمد البشير، بوتنجيزة، العيون المحتلة.